اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، انا هيام حسن ودي قناتي، وان شاء الله اقدم لك كل ما هو جديد من وصفات سهله وسريعه. لو انت اول مره بتشوفيني دوسي علامه الاشتراك بالاحمر وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى هنعمل النهارده مع بعض فطار تامن يوم رمضان. انا كنت صورت لكم فطار اول يوم بس نزلته لكم شورتس، ابقوا اتفرجوا عليه. ما عرفتش اصور لكم الفطار نفسه. خلاص تعالوا بقى النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض مكرونه بشاميل، وهنعمل بشاميل بتاعها على البارد، وكمان هنعمل البوريك التركي او الجلاش الصوابع، وهنعمل بفتيك. تعالوا هنعمل مع بعض. اول حاجه البشاميل. معايا هنا حله فاضيه، احط فيها معلقه واحده بس من السمنه او زبده او زيت، ويفضل تبقى سمنه، يعني استبعدي الزيت خالص. خلاص عشان الطعم بس، لان انت حاطه معلقه واحده. كمان هضيف عليهم 4 معالق من الدقيق ومعلقه واحده بس من النشا، والنشا دي هي اللي هتدي هشاشه حلوه قوي للبشاميل، وهتخلي القوام بتاعه كمان حلو. ومعايا كمان 3 من مكعب الماجي، لو انتوا حابين، مش حابين تقدروا تستغنوا عنها وتحطوا ملح وفلفل. هنقلبهم بقى تقليبه كده على البارد عشان نفتت بس الماجي ما يبقاش مكلكع. خلاص، ويلزق ايه معانا لما نيجي نرفعه على النار، هيلزق تحت في الايه، في قعر الحله. خلاص، هننزل بقى معايا هنا لتر من الحليب، وتقدري تحطي نص لتر وتكملي ميه او تكملي شوربه براحتك. انا حطيت لتر، وحطيت لتر حليب، وحطيت ضفت كمان ربع كوبايه من الميه. يبقى كده اصبح معايا لتر وربع. خلاص، على ال4 معالق دقيق ومعلقة النشا. لو حابة تستغني عن معلقة النشا، بس هي بتفرق جدا جدا، يعني لو حابة تستغني عنها وتحطي 5 معالق دقيق براحتكم، بس الافضل ان تحطوا النشا. خلاص، هنرفعهم بقى على نار عالية. تسخن بس الحلة معانا حلو، وبعد كده نهدي النار، نخلي النار متوسط، وهنفضل نقلب حلو جدا في البشاميل، وما نسيبوش ونروح في حتة تانية، نفضل واقفين جنبه. هنقلب بقى لحد ما لحد القوام البشاميل ما يتقل معانا. بصوا، اول ما يعمل فقاعات اتأكدي ان انت كده وصلتي المرحلة الاخيرة. في ناس بتستعجل عليه وتنزله من غير ما توصل للفقاعات دي، طعم الدقيق بيبقى باين، طعم الدقيق بيبقى ني فيه. خدتوا بالكم؟ ضروري توصلوا للخطوة دي. معايا بقى نص كوباية من تشكيلة الجبن دي، جبنة موتزاريلا على جبنة شيدر على جبنة رومي. لو حابين تحطوا رومي بس حطوا، حابين تحطوا موتزاريلا بس حطوا. لو مش حابين لو مش موجود عندكم مش حابين تحطوا، بس هي يعني بتعلي الطعم، بتخلي الطعم حلو قوي. هنقلب بقى لحد الجبنة ما تسيح معانا. نركن بقى البشاميل على جنب يهدى، وتعالوا نعمل مع بعض العصاج. معايا هنا في طاسة سخنة سخنة جدا، حطيت فيها 3 معالق من الزيت. ولو انتي اللحمة بتاعتك فيها نسبة دسم عالية، استغني عن الزيت خالص. حطيها على الطاسة برضو النار، يعني على نار عالية، وحطيها وافضلي قلبي فيها، هتلاقيها فلفلت معاكي وخدت اللون ده. انا اوقات بعملها كده لما بتكون اللحمة بتبقى دسمة. نزلت عليهم ب3 من البصل، 3 بصل مفرومين ناعم. وهنقلب بقى كده ايه، تقلبتين. طبعا اللحمة يعتبر مستوية معانا، يعني داخلة ايه، في مرحلة السوا. احنا كده دلوقتي عايزين نساوي البصل. خلاص، ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. معانا ملح وفلفل وبابريكا وشطة وبصل بودرة، توم بودرة، ورقتين من اللورة، ودول هحطهم ياخدوا الطعم، وبعد كده هنشيلهم. رشة بسيطة من القرفة ورشة من الجنزبيل، وطبعا الملح. ورشة القرفة والجنزبيل عايزة اقول لكم بتخلي العصاج طعمه تحفة جدا. هنقلب تقلبتين ونهدي عليها بقى، نغطيها ونهدي عليها النار. كده استوت معانا. انا هقسم اللحمه لجزئين، هخلي نص للبشاميل، والنص التاني للجلاش. خلاص، عشان دي هضيف عليه حاجه والتاني هضيف عليه حاجه تانية خالص. خليكم بس ايه، كملوا معايا الفيديو. هنزل هنا معايا فلفل الوان اخضر واحمر واصفر. حطي بقى هنا زي ما تحبي، حابه تحطي اخضر بس حطي، احمر براحتك بقى خالص. هنقلب بس تقلبتين، مش كتير بقى، ما تسيبوش، مش عايزينه يبقى، عايزينه يبقى فريش كده في المكرونه. الجزء التاني بقى هحط عليه نص كوبايه من الجزر المبشور، برضو هخليه ياخد تقليبه ايه على النار، وده اللي هحشي بيه الجلاش. كده الحشوه جاهزه ايه معانا. تعالوا بقى نرص صينيه المكرونه بتاعتنا. اول حاجه هنحط تحت في القاعده من تحت هنرش بشاميل.
طبقة كده حلوة. في ناس بتحب ترش بقسماط من تحت عشان تبقى محرمشة شوية. انا صراحة بحبها يبقى القوام بتاعها كريمي كده، مش بحبها ولا ماسكة ولا ناشفة ولا سايلة قوي، يعني بحب القوام يبقى مظبوط. هنا المكرونة يعني دوبك قعدت بس على النار حوالي 7 دقايق، ما تزودوهاش عن كده. هنرش برضو ايه طبقة تانية من البشاميل. بقالي فترة كبيرة معتمدة طريقة البشاميل اللي على البارد اكتر من البشاميل المتحمر. حسيت ان هي بتعجب الولاد اكتر، واصلا اكترية ولادنا بيتفقوا على الاكلة دي. ننزل بقى بالعصاج بتاعنا. نفرده بقى حلو. لو انتوا حابين تحطوا جزر بدل الفلفل الالوان حطوا، يعني شوفوا انتوا ولادكم بيحبوا خضار ايه وضيفوه، بتبقى فرصة حلوة للولاد اللي ما بتحبش الخضار. المكرونة بتاعتنا وبعد كده هنضيف اخر طبقة من البشاميل. تعالوا بقى هنا على الوش نحط برضو تشكيلة من الجبن. دي برضو جبنة رومي وجبنة موتزاريلا وجبنة شيدر. وكمان هضيف عليهم من فوق عشان برضو ايه الشكل كده الجمالي، زيتون وفلفل وطماطم مقطعاها مكعبات وشرايح وقطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهحطها على الوش من فوق وهندخلها طبعا عند درجة حرارة عالية تاخد ايه الوش من فوق. خلاص زي ما انتوا شايفين، بصوا الجمال، شكلها تحفة جدا. تعالوا بقى نجهز مع بعض تتبيلة البفتيك. وتتبيلة البفتيك بتاعتي انا ما بغيرهاش، يعني بقالي سنين معتمداها. اول حاجة معايا هنا بصلاية وسط مفرومة ناعم، هضيف عليهم ليمونتين عشان كمية البفتيك. انا هعمل كيلو بفتيك. خلاص، فما شاء الله يعني ليمونتين حلوين قوي. لو هتعملي نص كيلو يبقى يعني استكفي بليمونه واحده. هضيف كمان عليهم بضايه، وهضيف معلقتين من الزبادي، وهضيف عليهم ملح وفلفل وبهارات وشويه من الكزبره وشويه من البابريكا، بصل بودره، توم بودره. وهنقلبهم بقى ايه تقليبه حلوه. الليمون والزبادي بيدي طراوه جامده جدا لحته اللحمه، بتخليها ناعمه كده وما بتش. واهم حاجه في الوصفه دي الزبادي، دي اهم خطوه. انا بشوف ناس بتحط كمية بيض مهولة في تتبيلة البفتيك. ننزل بقى بالبفتيك بتاعنا. بصوا البفتيك ما شاء الله، تسلم ايد الجزار، تتاكل نية والله. هي ماسكة شوية مجمدة شوية، بس انا ايه يعني متبلاها قبلها بشوية كتير، يعني كان اول اليوم، فهقعدها شوية في التلاجة، فهقلبها يعني كمان ساعة كده هديها تقليبة. خلاص زي ما انتم شايفين ادخلها بقى التلاجة لحد ما يجي وقتها. بصوا هنفضها حلوة قوي، ومش هنقليها مرة واحدة، يعني مش هنقلي قطعة كبيرة فعشان تحطيها على النار هتكش معاكي. خلاص، لا هتديها بصي، وحاولي وانتي بترددي قطعة البفتيك بتاعتك انك تدوسي عليها كويس، اهم حاجة الخطوة دي برضو مهمة جدا. خلاص، انا هنا اقسمها نصين. وفكرة انك تتبلي سواء بفتيك سواء سمك سواء كبدة اي حاجة، اعمليها على كيس بلاستيك موفرة وفي نفس الوقت اسرع يعني. بصوا
انا هتبل كميتي مره واحده عشان اقف اقليها مره واحده، بس اهم حاجه نفضيها حلو من التتبيله بتاعتها، خلاص، من البصل يعني والتوابل بتاعتها. هي كده كده شربت كويس، فما تقلقيش منها خالص. تبلي بقى حلو وهتاكلي احلى بفتيك، ولا يفك منك ولا اي حاجه ولا يشد منك. والخطوه دي بقى مهمه جدا، وانا قلت عليها قبل كده، واللي فيه فيديو برضو انا كنت عاملاه مع المكرونه النجرسكو، وعامله فيه البفتيك برضو بكل تفاصيله، لو حابين ترجعوا له. خلاص. هنا الزيت ما يعديش حته البفتيك، يعني الزيت ما يكونش زيت غزير يا جماعه، لا، الزيت يكون تحت قطعه البفتيك. اولا لا هتكش معاكي، ولا الكفر بتاعها الخارجي هيفك منك. زي ما انتوا شايفين، بصوا الزيت يا دوبك، سواء هي او الكبده، الزيت ما يعديش الكبده او البفتيك، ما يغطيهوش. خلاص. طبعا النار بتاعتنا متوسطه، ما تكونش عاليه، مش عايزينها عاليه، عايزينها متوسطه عشان ايه تستوي برضو كويس. تعالوا بقى نعمل كده، خلصنا من البفتيك، تعالوا بقى نعمل الجلاش مع بعض، وسبق وعملته برضو معاكم قبل كده. معايا هنا معلقتين من الدقيق، معلقه من النشا، معلقه من البيكنج باودر، هنا فلفل اسود وملح طبعا، واحط هنا معلقتين زبادي، والزبادي ده انا عاملاه معاكم. انا كل يوم الحمد لله زبادي، لازم زبادي، انتوا عارفين، عشان السحور. احط معلقتين من الزبادي. هنضيف ايه كمان معايا هنا؟ نص كوبايه من اللبن، وهنضيف بيضايه. وساعات ما بيبقاش البيضايه متوفره عندي، بعملها عادي من غير بيض، والنتيجه بتطلع هايله. هنضيف ايه كمان فاضل معانا كده؟ نقلب بس تقليبه. فاضل الزيت، هنحط حوالي ربع كوبايه من الزيت، حوالي 4 معالق كده. خلاص. كده الخلطة بتاعتنا اللي هندهن بيها الجلاش، وهندهن بيها الصينية، خلاص، اللي هنسقي بيها. هي دي الخلطة بتاعتنا اللي هنعمل، يعني اللي هنسقي بيها الجلاش من جوه ومن بره. نقلب بقى تقليبة حلوة، اهم حاجة ما يكونش فيه اي تكتلات. خلاص. وحطوا، انا حطينا ملح وفلفل وبهارات. ماشي. نجيب بقى الصاج بتاعنا، ندهنه من الخلطة اللي احنا عملناها، ومعانا لفة الجلاش، واهم حاجة تكوني حطاه ما بين فوطة عشان ما ينشفش. انتوا عارفين الجلاش الورقة بتاعته تبقى رقيقة جدا وبتنشف من اقل حاجة. تقدري هنا ليكي حرية الاختيار، تقدري تعمليها 3 ورقات او ورقتين زي ما تحبوا. انا اوقات بعملها 2 واوقات بعملها 3، على حسب. هندهن جزء ونرفع الجزء التاني، وبعدين ندهن ايه، يعني ندهن طبقة وبعدين طبقة، وبعد كده نحط اخر ورقة. اهم حاجه اخر ورقه ما يكونش عليها ايه، ما تدهنوهاش. خلاص. هنا العصاج انا حطيت عليه نص كوبايه من الجزر، وخليته خد تقليبه واحده بس على النار. ماشي. بصوا كده الكميه بتاعتنا كلها ما شاء الله. دي لفه الجلاش، هنقطعه. قطعيه بقى زي ما انت حابه، الحجم اللي انت عايزاه. بعد كده هنسقيه بقى من فوق بنفس ايه الخلطه اللي احنا عاملينها. ونرش بقى حبه، ترشي سمسم، رشي حبه، ترشي حبه البركه. انا بحط حبه البركه، جميله جدا، ولادنا كلهم بيتفقوا عليها. تعالوا بقى نشوف الجمال بعد ما خرج من الفرن. دي صينية المكرونة بعد ما خرجت معانا من الفرن، وده الجلاش، وادي كمان البفتيك. وعايزة اقول لكم اكلة بألف هنا وشفا، ما تخلاش من البيت المصري في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.